السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وراحة بال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله بإذن الله، يعني بقالي كام يوم كده ما نزلتش فيديوهات معاكم وقلت يلا النهاردة ان شاء الله بإذن الله ننزل لكم فيديو بإذن الله. عشان طبعا غلط على القناة ان انا ما نزلش فيديوهات، والله النفسية تعبانة من عدم التفاعل يعني وكده. يلا الحمد لله على كل حال، الارزاق دي بيد الله، الحمد لله على كل حال. فانا المفروض كنت حكنس هنا، الاوضه متكركبه خالص الاوضه، فالمفروض كنت حكنس هنا. بس انا قلت ايه، الوقت بيعدي على العيش عشان خاطر الشمس الحاجه قبل ما تمشي. وعجنت العيش، عجنت العجين يعني، وجبته كده هو العيش الشمسي بتاعنا. والمفروض كنت حكنس هنا، بس انا ايه، هقطع العيش بتاعي ان شاء الله واحطه على الحيطان، وبعد كده ايه هكنس الحته دي كلها. هي متكركبه من الطيور، يعني الطيور اصلا من الشمس لما بتيجي عليهم بيدخل يستخبوا هنا في الاوضه. عشان الشمس بالنهار وكده جايه عليهم، فبيجوا يقعدوا في الاوضه هنا. بس فانا ايه، منا طبعا في الامتحان ومهند في الامتحان، محمود شويه كده رايح الشغل، الله يسهل لهم كل امر عسير يا رب وفقهم. فانا والله هحاول اصور بيد واحده يعني. انا هو كنت محضر الدقيق ده هتبل بيه البتاع ده العيش، بسم الله الله اكبر. وانا عملت المجارس برضو، عملت المجارس الصبح، جيت عملتهم كده يعني، حطيت عليهم ردة. شايفين انا بصراحة ناقصني مجارس كده، نفسي اجيب مجارس كتيرة بس مش لاقي حد والله بيبيع قريب خالص. ان شاء الله هوصي واجيب مجارس عشان اعمل كمية عيش واشيلها في الحرارة دي. مش هينفع كل شوية الخبيز، الناس صايمة ورجنا بينشف قدام الفرن بنتعب خالص. بس الحجر ده حطاه عشان طبعا بفتح بيه بتاع اسمها إيه دي، البوق بتاع الفرن او الوش بتاع الفرن ده. بس بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله بسم الله. مش عارفة طبعا التصوير هيظهر ولا ايه، يعني انا والله ما قادرة اصور فيديوهات بسبب ما حدش ماسك لي التليفون. بسم الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. عجين وعجنتك بركتنا وختمتك مصحف نجوم بره وانت قاعد ببركتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله. بعتذر طبعا عن هز الصورة عشان خاطر ماسكة بيد واحدة، الله المستعان. هنعمل ايه طيب؟ اكل العيش مر، والله العظيم اكل العيش مر. قال إيه اللي رماك على المر؟ قال الامر منه. وقال الواحد بيتمرر عشان يصور فيديو بس، ويا ريت حتى في ارباح فيها القناة. والله العظيم الارباح ضعيفة خالص. محدش باين عليه بيشاهد الاعلانات قوي زي الاول، ولا الناس مش فاضية. الحمد لله على كل حال. بس انا انزل العيش كده. الطيور دعكلي الأوضة دعك. طبعا هقطع لكم العيش وبرجع لكم تاني ان شاء الله. وده يا حبايبي قطعت بسم الله ما شاء الله تبارك الله العيش زي ما انتم شايفين كده معايا. حطيت هنا وهنا، حطيت على الطبلية وما حطيتش في الارض عشان خايفة من اسمه ده يا رب الطيور، خايفة من الطيور يدخلوا لو شافوا العيش ده هيقطعوه خالص. فانا هدب العيش دلوقتي وبعد كده ارفع على الحيطة. بسم الله. بصوا كده بستناه يشف كده العيش وبعد كده بدبه. انا بعتذر والله عن التصوير، والكاميرا مش مظبوطه قوي، شايفين الاضاءه مش قوي يعني. بس هدب العيش دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
لما اكون مطريه العيش ما دبوش جوه على الاخر، يعني ما وسحوش خالص عشان العيش اصلا طري. بس زي كده دب العيش وارجع لكم تاني. إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، ده مثل عندنا بيقولوه. تمام. النهارده هتكلم كلمتين مهمين خالص، هوجههم لناس معينة. مهند جاني طبعا دلوقتي بامتحان، بيصور لي، الحمد لله لقيته، هيصور لي دي وهيسيبه ويمشي. ماشي يا جماعة. هتكلم والله في كلمتين مهمين خالص خالص، يا ريت كلكم تسمعوهم، بس هما يعني رايحين ناس معينة. بس ديت مسكت من الحتة داش الصوت وهكلمكم. كله دم اليوم. كل ما عبيهم الشكاير الشمس تاكلها وتبوظ، متجربش وتبعت في الصورة المهمة. يلا الطيور عايزة أرض عريضة تطير فيها، مفتوح كل شيء بهدلها. هجيب شكارة دلوقتي وأعبيهم يا جماعة. يا ماما تصور الحلقة ولا؟ بقالي فترة ما خلصتش، فعشان كده الدنيا باظت. يا بنات يا أيودة جبت شتلة أنا هعبيهم في الشكارة. ادي العشاء يا حبايبنا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا خلصت خلاص والله العظيم، خلصت مش قادره اتنفس. عارفين يعني ايه الخبيث في الصيام؟ بيبقى صعب جدا لان الفرن سخنه، وطبعا الريق بينشف يعني من العطش وكده. ربنا يا رب يقوينا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب. الحمد لله كله باجره. وادي خلصنا العشاء، هاي يستاهل بقكم، تعالوا تفضلوا معانا تبارك الله. انا هنا طبعا سبتهم يتفردوا خالص عشان يتهووا خالص، وبعد كده هناخدهم ان شاء الله على الشقه باذن الله تعالى. هاي العيش بسم الله ما شاء الله طالع زي العسل والله. هي الكاميرا بس ظلمة التصوير شويه بس. تعالوا كده، يعني انا هقرطف معاكم الملوخيات دول عشان خاطر ان شاء الله احضر الفطار، وهتكلم اللي هم الكلمتين المهمين اللي انا عايز اقولهم. طبعا دلوقتي انا هقرطف الملوخيه، وبعد كده اشوف ان شاء الله نحضر الفطار باذن الله. ممكن اعمل حته لحمه كده، يعني مفرهدين عايزين نعمل حاجه حلوه كده.
ونعمل شوربه ونعمل ملوخيه ونعمل رز ان شاء الله باذن الله تعالى. اللهم دينا نعمه يا رب، وشكرا لاصحاب الخير اللي وسعوا علينا، ربنا يوسع عليهم يا رب ان شاء الله. اللحمه يعني اللي كانوا جايبينها ان شاء الله باذن الله، الله يوسع عليهم يا رب ويجعل دارهم عمار. كلمتين مهمين يا جماعه اللي عايزه اتكلم فيهم. طبعا انا بقول لكم، كنت جايه لكم ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. هتقول على مين الكلمه دي يا مؤمنه؟ على ناس والله العظيم. يعني بصوا الحالات ابتدت تتراكم عليا بطريقه بشعه بشعه بشعه. يعني عايزه اقول لكم مش هينفع الوضع ده خالص كده يا جماعه خالص، لان الناس دي مش هنفيد فلوس بتخر يعني فلوس، ولا مش بنك مركز عشان مفتوح لكم انتوا بس. الناس دي كتر خيرها على اللي هي عملته. ما تمسخونيش مع الناس وما تخلوش الناس تزعل مني. انا مش هعمل حاجه يعني فوق ارادتي تاني عشان الناس ما تزعلش مني. والحمد لله، احمد ربنا على اللي انتوا وصلتوا له اللي عملناه معاكم. الحمد لله انا دلوقتي فرغت حياتي كلها ليكم، يعتبر وقفت معاكم في حاجات كتير، والقناه فيها الفيديوهات تثبت بكده. في فيديوهات برضو ما تصورتش كتير، برضو عمل خير كتير وما صورناهوش. فيعني برضو المفروض اشكر ان انا لحد كده. لكن انتوا عايزين يعني ليل ونهار مؤمنه دي ماسكه بنك مفتوح تجيب لكم منه. مش هينفع والله العظيم يا جماعه. الكلام ده موجه للناس اللي هتسمعني، اللي هي عارفه نفسها. انا بصراحه ربنا مش هينفع كده. الوضع كده اصبح زياده عن حده، والحاجه لما تزيد عن حدها بتقلب لضدها. انا تليفوني قلت لكم قبل كده، تليفوني الشخصي انا قافلاه من التليفونات والضغوط. انا من حقي تليفوني على الاقل خالص الشخصي يكون مفتوح. جوزي لما بيرن عليا يلاقي تليفوني مقفول، مش عارف يتواصل معايا من بره بسبب انا قافله تليفوني بسبب الرنات. يعني دخل شهر رمضان والرنات زادت زياده عن حدها، والناس تجي لي وناس تبعت لي وناس مراسيل رايحه جايه. ايه في ايه؟ طيب انتوا شايفين ايه زياده؟ ايه زياده؟ الناس دي تشكر اللي عملت معاكم كده. محدش يزعل من كلامي، محدش يا جماعه يزعل من كلامي. والله العظيم انا يعني هتكلم واطلع المكشوف. يعني مش هخبي حاجه. اقسمت بالله العلي العظيم انا وصايمه. والله يشهد عليه ربنا. انا عارفين كل يوم يمكن بتحصل مشاكل في بيتي. جوزي بيقول لي انت مقصره، مش بتعمل لنا حلويات، مش الاكل المغرب تاذن ما يكونش جاهز. الاكل يبقى لسه بجهز فيه. المغرب تاذن وتخلص اكون لسه بجهز في اكلي. قالوا لي ايه السبب؟ قولوا السبب ان انا بوتجاز عين واحده. قلت لكم قبل كده بوتجاز عين واحده شغاله من 6 عيون باقي 5 عيون مش راضيين يشتغلوا. جبت الراجل وصلح، وراجل كبير في السن فضل واقف بالكشاف ورامي الكشاف على التليفون، لان الكهرباء كانت بايظه في اليوم ده عشان يصلح البوتجاز، وعمل المستحيل فيه. مع رغم ذلك البوتجاز ما اشتغلش، اشتغل عينين 2 بس. واول ما مشى تاني يوم التانية فصلت. هو كان جاي لي انصحك، البوتجاز ده هو مسدود عشان كنت تغسليه بالميه الفواني تسدد. ومش عارفه انا، طب ما كل الناس بتغسل بالميه، ما علينا. المهم انا بوتجازي شغال بعين واحده، ومشاكل يوميه انا وجوزي بسبب تاخير الاكل وعيالي والضغوط. وبيقول لي ما بتعملناش حلويات مقصره. طب انا هعمل اكل ولا اعمل حلويات ولا اعمل ايه بالظبط؟ كنت انا اولى جبت بوتجاز لبيتي. لو انتوا شايفين الحل كده سهل بالسهوله دي يعني، والدنيا مفتوحه كده قدامكم، كنت جبت بوتجاز لبيتي. يعني لو تلاحظوا اغلب القنوات بتفكر في نفسها، محدش بيفكر في حد، ومحدش بيتمنى الخير لحد. هتلاقوا المحتوى بتاعي انا بس الحمد لله والشكر لله مميز عن دونا عن الناس. وانا بقولها بكل فخر ان انا وقفت في الخير ومشيت في الخير، وجيت على بيتي وجيت على عيالي. وكنت اطلع بعد الفطار السنه اللي فاتت، وكنت اطلع وانا وصايمه في عز النهار في الشمس. كنت اطلع واقدم مصالحكم واجهز عرايس وافتح محلات لناس واعمل مش عارفين الناس واكسي ناس للعيد. اما بقى كسوه العيد اللي 5-6 اسر السنه دي باعتين عايزين كسوه العيد، ربنا يكرمكم ويديكم. انا ما قلتش حاجه، بس انا مش بايدي. انا مش عايزه امسخ نفسي مع الناس. الناس تقولي عليا، الناس تقولي انا هرمي نفسي على الناس اكتر من كده. الناس تقولي عليا انتوا يعني انتوا حطوا نفسكم مكاني. احراج ليا. هم شايفين عايزين يساعدوكم ما يساعدوكم، مش عايزين براحتهم. فانتوا ما تحرجونيش اكتر من كده. تعالى هاتي لي الكاميرا كده. بصوا كده وريتها لكم قبل كده. بصوا الشاشه اهي. هاي الشاشه بايظه هي الشاشه ومرميه فوق. والله العظيم والله ما قادر اجيب شاشه ببيتي. والله العظيم انا مش بقول كده غير للناس اللي هي مش شامه ومش حاسه ومش مقدره اللي انا فيه. هاي شاشتي هي، وبيتي قاعد من غير شاشه ليا سنين على كده. هي سنين كنت قادره كده، الموضوع سهل وبسيط كده، كنت جبت الشاشه علقتها ببيتي. صح ولا لا؟
ميزوا كده اللي انا فيه ده هو. فانا من ليل ونهار التليفونات دي والضغوط دي والله العظيم والله العظيم حرام، اقسم بالله حرام وما يرضيش ربنا. وانا قبل كده ناس جت لي ام منى اعمل حظر واعمل بلوك واعمل، انا ما بحبش اكسف حد وبحب اجبر خواطر، بس لما حاجه تزيد عن حدها انا مش كفوها. يعني ايه الضغوط دي كلها؟ يعني 100 حاله جاياني وشهر رمضان دخل وكلكم هجمتوا عليا في ايه؟ طب بالظبط يا جماعه، اللي جهزت السنه اللي فاتت بنت عروسه عايزه ايه من السنه دي؟ اللي جبت لها كسوه السنه اللي فاتت عايزه ايه السنه دي؟ اطلبوا من ربنا. انا معيش حاجه، انا مش بايدي. كنت اولى اجيب شاشه لبيتي لو الموضوع سهل وبسيط كده زي ما انتم شايفين، كنت اولى اسدد القروض اللي عليا كلكم عارفين. وهنا قريب كنت منزله رساله على المنتدى ان انا القرض متاخر، البنك باعت لي رساله بيقول لي يجب سداد القرض يا اما نتخذ الاجراءات القانونيه. كنت انا واجب ان انا اروح اسدد القروض، تمام؟ اللي سددت لها قروض راحت ورطت نفسها في قرض تاني وجاي النهارده عايزاني اسدد لها. لا كده حرام، كده حرام. الناس دي مش بتجيب فلوسها من البحر، الناس دي شجانه عليها، وانا برضو هتحاسب عليها الحكايه دي. ليه؟ عشان انا شايفه بعيني مين يستحق ومين ما يستحقش. انا شايفه بعيني وانا اللي بقدم الحاله، وانا شايفه بعيني مين يستحق ومين ما يستحقش. انت النهارده سددت لي القرض باي حق؟ السنه اللي فاتت مسدد لك القرض تيجي تورط نفسك في قرض السنه دي وعايزاني اسدد لك؟ لا، ده انت كده بتستعبط لي، انت كده تفتكر الفلوس دي جايه من البحر. هقول لك ستوب، طب انا كنت سددت قرضي. ولا انتوا ايه يا جماعه اللي مشاهدين معايا المتابعين معايا؟ انتوا شايفين ايه الوضع؟ شايفين انا كلامي فيه غلط؟ في كلام تجريح لحد؟ ده انت النهارده لما تكتبي، لما اختي ديكم شايفين كلكم حالتها ووضعها، كان المفروض اولى اساعدها. لو اختي النهارده بتكتب تعليق على قناه ذبح عجل ولا قناه جاي لها خير ولا قناه جاي لها هديه، وبشوف بعين اختي لو كتبت تعليق التعليق بيتحذف. محدش بيحب الخير لحد، يبقى تحمد ربنا ان ام منى مشيت في المشاوير دي ووصلتكم للدرجه دي. ولا عايزين ايه تاني مني؟ يعني ام منى تفكر في الحرام والحلال وانتوا ما بتفكروش في الحرام والحلال؟ ام منى تفكر في ربنا وانتوا مش بتفكروا في ربنا؟ البوتاجاز كل يوم يوميا، الاكل قسما بدين الله العلي العظيم المغرب تأذن ممكن يكون بيشرب عصير بس. البوتاجاز مش مأنجز معايا من الظهر، بصحى من الظهر اديني لسه مخلص خبز وجرت في الملوخيه، انزل اعمل اي حاجه، الحق اعمل اي حاجه، الحق اعمل فرخه سريعه، اعمل اي حاجه. اللحمه دي ممكن ما تلحقش تستوي اصلا، فين هتستوي؟ على عين قد كده. فاعدلوا انتوا معايا. لو انا كنت سعادة السعاده سهله كده كنت جبتها لنفسي. فيا جماعه بالله عليكم ما ينفعش كده، هتزعجوا الناس اللي معايا، الناس اللي معايا هتكرهني وتزعل مني وتعمل لي بلوك عشان خاطر حضراتكم. ابقى انا اقعد ابعت فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، الناس دي مش هتستوعب. ده الناس كده هتتضايق يعني خفوا. مش كده، مش كده. واللي جهزت بنتها تحمد ربنا ان هي جابت الاجهزه وجابت حاجتها كلها، تحمد ربنا وصلت لكده. انا من النهارده ما فيش حاله تتقدم لحد غير لما تكون للضروره القصوى واحده يتيمه مش لاقيه تجهز، حاله تكون حرجه، الحالات الحرجه بس. لكن الناس ده هي ستوب. انا ايه اللي خدته؟ قولوا لي انتوا. اللي انا ماشي صوابي عند ربنا عظيم وكل حاجه، بس بقول لكم خدت الدوشه وخدت وجع دماغ برضه. الناس المتابعين اللي هتدخل تقول لي يا ام منى، الناس المتابعين اللي هتدخل تقول لي يا ام منى انت صوابك عند ربنا. ماشي يا جماعه عند ربنا انا عارفه كده، بس هم ما بيفكروش في ربنا، استغفر الله العظيم، وسايقين الهبل كده على الشيطان زي ما بيقولوا ومستعبطين فيها. وهل من مزيد؟ وهل من مزيد؟ يعني اللي ساعدناهم 5 6 حالات السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات زي الأندى، جايين السنه دي عايزين ايه تاني؟ ايه اللي عايزينه تاني؟ اللي سدد قرض انتوا يرضيكم نسدد قرض تروح تسحب قرض تاني عشان تحطني انا في الخيه وتقولي تعالي سددي لي؟ لا ان شاء الله تتحبسي، والله العظيم هقول لك قدام الناس كلها ان شاء الله تتحبسي. اما احنا سددنا لك عشان ننقذوك، انت بتورطي ليه نفسك تاني؟ انت ليه بتورطي نفسك تاني؟ كسوه العيد ما اقدرش اجبر حد على اللي عايز يجيب كسوه العيد هيجيبها، مش عايز مش هيجيب لك. انا مجرد رساله ومش هبلغ رسائل تاني، كفايه كده ستوب عشان ما تحرجونيش اكتر من كده مع الناس. وانا والله العظيم اقسم بالله العظيم يا جماعه يا متابعين يا محترمين، انا والله العظيم ولا بحب اجرح في حد ولا احب اغلط مع حد ولا احب اكسف حد ولا احب مش عارفه اقول لكم ايه. انا من الناس اللي تلاقوني الزم لساني جدا مع الناس، بحب اتواضع جدا وبحب اتكلم مع الناس بادب واحترام واجعل نفسي عشان خاطر الناس، بس ان هم يجوا عليا انتوا ما يرضيكمش عشان ما تزعلوش من الفيديو وتقولوا ام منى ايه اللهجه الغريبه اللي بتتكلم بيها والفيديو طول علينا والكلام ده. انا والله العظيم يا جماعه غصب عني. انتوا يرضيكم؟ انتوا يرضيكم؟ يعني انت تخيلي كده حد كل شويه يبعت لك وحد يجيلك على البيت وحد يرن عليك واللي ما يلاقيش تليفونك مفتوح يرن على جوزك. طب ازاي يعني؟ ازاي يعني كده؟ يعني كده زادت عن حدها. انا ليا كذا يوم مخنوقه من القناه ومش راضيه انزل فيديوهات، مش راضيه انزل فيديوهات عشان خاطر ان انا غصب عني، انا غصب عني كرهت القناه اصلا بسبب ام منى. ايه ده يعني مش عارفه اقول ايه والله العظيم، مش عايز اطلع حس اكتر من كده. انا تلاقوني عصبيه بتعصب بسرعه على فكره، انا سريعه الانفعال
بس الحمد لله والشكر لله، يعني برضه جوايا الخير وبرضه بحدود عشان انا ما احرجش الناس اللي معايا، عشان ما اضايقش الناس اللي معايا. الله اعلم الناس اللي معايا يمكن بتزنق، يمكن بتزنق نفسها عشان تجيب لكم انتوا فلوس. طيب يرضي مين ده؟ روح شوفوا حالة اختي عامله ازاي، شوفوا وضعها، شوفوا حالتها، او على المساعده كنت ساعدتها هي او لا. طب اعمل ايه تاني؟ بس فيا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الكلام ده متلم يا جماعه من هنا ومن الودن دي، وتطلعوه من الودن دي، ولا تعمل ودن من طين ودن من عجين. الغايب الحاضر يعلن الغايب. ام منا ما حدش يرن عليها، ما حدش يبعت لها مراسيل، ما حدش يجي لها على البيت، ما تزعلوش مني. انا عن نفسي ما اقدرش اجي اعمل معاكم كده، انا اديكم شايفين حاله بيت ابويا، جيت لحد فيكم وقلت لحد يعمل كذا. القنوات النهارده مش مستحمله تكتب تعليق عندها، بتمسح وخايفه الناس اللي بتساعد تخش لها هي، خايفين يخشوا لاختي بيحذف تعليقها. يعني الاخ النهارده بيحبش الخير لاخوه، اما انا عملت لكم الخير كله وقفت معاكم وفرحتكم. طب والله العظيم انا افتكر اني جبت جهاز عروسه في ايام الفطار، ومعايا صاحبتي فرحانه ودخلت زغرت، وواقفين كده على اساسها حتى تسقينا ميه. السوبر ماركت كان لازق جنبها، اقسم بالله العلي العظيم ما سقيتنا ميه، وكان ريقي ناشف هموت، كان ريقي ناشف. لقيت زيره في الشارع شربت. انا مش مستنيه حاجه من حد، بس انا بقول لكم الناس يعني اصبحت يعني هل من مزيد وما فيش شكرانيه، هل من مزيد وما فيش شكرانيه. انا مش هتكي غير على الحالات اليتامى اللي تستحق، اليتامى اللي هم مش معاهم مقدره ومش معاهم عائل للاسره، بس اللي جوزها راميها ولا مطلقها انا مش ذنبي، اللي مش عارف ايه انا مش ذنبي، اديكم شايفين اللي بايدي بعمله. محدش يزعل مني من الكلام، محدش ياخد الكلام بحساسيه، المتابعين ما ياخدوش مني الكلام بحساسيه، بعيدة وزيد انا وصايم، ما تاخدوش مني الكلام بحساسيه، اعذروني. تعالوا حطوا نفسكم مكانه وشوفوا الازعاج النفسي والازعاج اللي جايني في البيت. انا في حاله ازعاج في البيت، مش عارفه اعيش حياتي الطبيعيه، فتحت باب على نفسي مش عارفه اسده. بس كده، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا فصلت الفيديو ورجعت لكم في الحته دي، بس شغلوا لي الاعلانات الله يكرمكم، الربح قليل جدا في القناه خالص خالص خالص، وحطوا لي اللايك. يمكن الناس اللي واقفه معاها مش هين عليها حتى تحط لي اللايك، شايفانه وما تحطوا ليش لايك. حطوا لي اللايك وشاهدوا لي الاعلانات الله يكرمكم عشان ربنا يكرمني واربح من القناه. بس وجزاكم الله خير في الايام المفترجه، اعتبروه صدقه عليكم ان شاء الله باذن الله. استودعكم الله.